ما تيجي نروح مع بعض مشوار صغير كده واحكي لك قصة مرعبة. هتحس انها خيالية. يلا بينا. وتعالى كده وهات كوباية الشاي بالنعناع الجميلة بتاعتك كده، وسيبك من الواقع خالص وخليك في خيالك. القصة بتبتدي من اليمن عند واحد اسمه عبد الله الحضرد. عبد الله الحضرد ده من مواليد صنعاء سنة 700 ميلاديا في عصر خلفاء بني أمية. بيقولوا اسم الحضرد ده اللي أطلقوا عليه الجن. عبد الله الحضرد كان في الأصل شاعر ومشهور جدا، ابن حسب يعني، بس هو كان بيحب الشهرة قوي، فعشان كده قرر يخش مجال السحر والشعوذة. كان عنده فضول يعرف ايه هي المخلوقات اللي عاشت على الأرض قبل الإنسان، وده خلاه ياخد قرار ان هو يسافر صحراء الربع الخالي لوحده لمدة 10 سنين. صحراء الربع الخالي ديت يعني ما بين اليمن والسعودية وعمان والإمارات. لما رجع بعد 10 سنين قال اللي هو شاف مدينة الجن الكبرى، وإنه عاش كمان وسط الجن والشياطين طول ال10 سنين اللي عاشها في الصحراء الربع الخالي. لما جه بقى واستقر في الأرض ألف كتاب اسمه العزيف، وده أخطر كتب السحر على وجه الأرض. ومعنى العزيف هي صوت الصراصير في الصحراء بالليل، اللي العرب زمان كانوا بيفتكروها أصوات جن. وفي الكتاب ده الحضرة رسم فيه كل أوصاف وأشكال الجن ومفردات اللغة بتاعتهم، وقدر يجمع في الكتاب ده كل التعاويذ وكل الطلاسم، وقال أي حد هيتعلمها أو هيعرفها هيعرف يتواصل مع الجن والشياطين في أوقات معينة تقدر تخش فيها للعالم بتاعهم، وفي أوقات معينة هم يجوا للعالم بتاعنا، وأماكن البوابات اللي انت هتدخل منها، وكمان الطرق اللي انت هتمشي فيها. وقال لك كمان ان الجن تواصل مع البشر واتجوزهم وخلفهم ونشروا الفساد في الارض كمان، والكلام ده قبل ما يجي الطوفان بتاع سيدنا نوح ويطهر الارض من فسادهم. وده حسب الكلام اللي سمعه من ملوك الجن وهو في رحلته. وصف في كتابه بعض المخلوقات من الجن، ومنهم ملك المقبرة، ده من النوع المؤذي اللي بيتغذى على خوف الإنسان، وده بيمتلك جسم إنسان وراس طور، وبيمتلك قرون كبيرة في وسط راسه. كتاب العزيف أصلا مش موجود، وفي إشاعات بتقولك اللي هو اترجم لكام لغة كده، وأمرت الفاتيكان بحرق كل النسخ الموجودة على الأرض، وما عادش فيه إلا نسخة واحدة بس موجودة في الفاتيكان بس، ومحدش يقدر يطلع عليها. كتاب العزيف أو كتاب الموتى زي ما الناس بتحب تقول عليه. شفت الرسومات المخيفة فيه والتصورات الرهيبة لعالم الجن؟ طيب شفت أشكال الجن اللي الكتاب بيتكلم عليها؟ احنا سمعنا عن كتب سحر خطيرة جدا، شكل شمس المعارف الكبرى، كتاب أصول الحكمة، وده من أقوى الكتب الروحانية والسحر الأسود. بس كل ده مش مخيف زي كتاب العزيف، لأن صاحب الكتاب جاب أشكال الشياطين بالتفصيل. الكتاب ده غامض، وفي ناس بتقول مش موجود أصلا، وفي ناس تانية بتقول اللي هو موجود وحقيقي كمان. الساحر البريطاني ده قام وقال لك ان هو ترجم كتاب العزيف والف كتاب اسمه القانون، وبيقول اللي هو اقتبسه كله من كتاب العزيف. انت عارف بقى اللي انت ما تعرفوش عن الكتاب ده؟ اللي هو كتاب في التاريخ، مش سحر خالص. الكتاب بيتكلم عن الحضارات القديمة. اعتقد الحضرة ان في مخلوقات تانية واجناس تانية كانت عايشة على الارض قبل الانسان، وان المعرفة البشرية اللي احنا ماشيين بيها على كوكب الارض ديت اتنقلت للبشر من اجناس تانية عايشة بره كوكب الأرض ما وراء العالم. وقال لك اللي هو راح لهم عن طريق السحر، وبيحذر الناس اللي على الأرض إن هم جايين عشان يحتلوا الأرض، وإنهم بيقولوا إن الأرض دي بتاعتهم والبشر جم خدوها منهم. وبيقول لك كمان إن الناس دول عايشين فيما وراء العالم، وكانوا عايزين يتصلوا بالأرض بأي شكل عشان يسيطروا عليها، واستطاعوا بقى اللي هم يتقمصوا في شكل إنسان وجسم إنسان ويعيشوا وسط البشر ويتجوزوا منهم ويخلفهم ويزودوا نسلهم. الكتاب بيحتوي على طرق الشعوذة لتحضير الموتى، وإزاي ترسم الدوائر المستخدمة في التحضير، والتعويذ كمان اللي انت هتستخدمها. لو قريت الكتاب بالتفصيل هتفهم حقائق ممكن تدخلك في حالة جنان كلي. في الآخر بقى أنا عايز أقولك الحضرد ده مات إزاي. بيقولك إن في مارد كبير قوي قتل الحضرد، لأنه نقض العقد اللي ما بينه وما بينهم وقال أسرارهم للبشر. الناس بتقول إن هم لقوه مرمي على رقبته ومخنوق من إيد غير بشرية. قصة عبد الله الحضرد ما جاتش في أي مصدر تاريخي خالص غير كتاب واحد بس لأحد مؤلفي الرعب الأمريكي، وده كان كمان أحد السحرة. بص يا سيدي، أنا كده قلت لك كل اللي جه في قصة عبد الله الحضرد وكتاب العزيف. من الآخر ده كل اللي أنا أعرفه وكل اللي اتقال عليه، فأنا جمعته لك في الحلقة بتاعت النهاردة. فما تنساش بقى تشترك في القناة وتفعل لي زر الجرس، واستنى الفيديوهات الجديدة. يلا سلام.